السلام عليكم. يا صباح الخيرات والليرات، الله يصبحكم بأنوار النبي ويا رب دايما تكونوا بأحسن حال. بحب رحب بكل اللي انضموا لنا جديد، وبدي لكم انه اليوم الفيديو مليان شغلات حلوة. رح نعمل سناك حلو سعراته الحرارية قليلة وصحي ومناسب كتير للأشخاص اللي عاملين دايت. ورح شارككم كمان معلومات عرفتها بتمنى يا رب انه هي تفيدكم، وبنفس الوقت رح نعمل أكلة تراثية مصرية وطعمها ولا أطيب من هيك. غير إنه كمان رح نحفظ الطماطم ونعمل منها صلصة، وكمان كاتشب وصلصة البيتزا بأسهل طريقة. زوجي كمان عمل لي مفاجأة بآخر الفيديو لشغلة أنا كتير بحبها وحبيت إني أنا شاركها معكم، فخليكن معي ما تنسوا اللايك والشير، ويلا لحتى نبلش على طول. أول ما صحيت الصبح، وطبعا نحنا اليوم إجازة فبصحى براحتي ما بصحى بكير كتير لحتى أكسر الروتين اللي أنا بقضيه من الأحد للخميس في أيام المدرسة والفئة بكير. فأول شي بلشت فيه وأنا كنت ناوية إني أنا نظف الرخامة تنظيفة كتير محترمة. أنا بالليل مسحتها بس أنا كتير بحب نظفها بهاي الطريقة، بحس بتبقى أحلى بكتير، وهي أفضل طريقة لحتى ننظف فيها الرخام الأسود ونلمعه ويطلع ولا أحلى من هيك مثل المراية. فأول شي بسفنجة وصابونة بدعكه كلياته، بعدين بفوطة تانية نظيفة بشيل الصابون، وبعدين بالفوطة الثالثة بنشفه فيها وبلمعه. كتير مهم إني أنا ما بجيب عليه لا خل ولا ليمون ولا كربونات ولا ملح ليمون ولا أي مبيضات لا كلور ولا أي شي. من زمان وأنا متبعة هاي الطريقة وشكله ولا أحلى من هيك، كأني هلأ مركبته ولمعته ولا أروع. وأنا ما كان عندي مشكلة إنه ركب رخام أسود، في منهم بيتضايقوا إنه يضلوا ينظفوا فيه. أنا كتير بحبه وشكله راقي جدا، فأنا طول الوقت عندي فوطة بمسكها بإيدي وبضلني بمسح فيه. طبعا بعد ما عملت كل هاي المراحل بالآخر بحط كم نقطة زيت وبمسح بمنديل عادي يحافظ عليه وبيعطيه هاي اللمعة الحلوة. ونصيحة مني إنه لما تيجوا تعجنوا لازم تحطوا مفرش وتعجنوا عليه أو تعجنوا بطبق بلاستيك كبير، لأنه نحنا مهما ننظف الرخامة رح يضل في بقايا عليها. لو لاحظتوا المنديل حتلاقوا إنه لسه في شغلات يعني طلعت عليه. لأنه التمر وجوده بالبيت مهم جدا مثله مثل زيت الزيتون، فطلبنا تمر. هذا تمر مصري درجة أولى. لو تشوفوا ما شاء الله الحبة كل العلبة نفس الحجم نفس الشكل. هي أنظف نوع من أنواع التمور درجة أولى. التمر هو بديل صحي للسكر، رح يفيدنا بوصفات كتير بأكلات كتير نحنا ما لنا حابين نستخدم فيها السكر فنستخدم بدالها التمر. غير انه بيعزز من صحة الدماغ وكمان صحة العظام، وبيقلل من ضغط الدم، وبيقي من التهاب القولون. يعني انتو عندكن دواء طبيعي وبدون اي كيماويات، بس ناخده بالحد المسموح لإله. فبيقلك لو شخص عادي وما عنده اي امراض متعلقة بالسكر فهي من 3 ل5 تمرات، وهذا سبحان الله سنة نبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هاي بلنشة تقطيع جبتها جديد، فقلت لعملها مسحة بزيت الزيتون لحتى حافظ عليها ومنه بنفس الوقت كمان نظفها. رح اتركها لحتى الزيت ينشف تماما. الحمد لله خلصت على السريع، وقلت لحتى حضر فنجاني القهوة، وكان طالع على بالي اكل شغلة حلوة، فقلت مالي غير هاد السناك ولا اطيب منه. معلقة عسل كبيرة، عسل اسود طبعا، مع معلقة طحينة، وبخلطهم مع بعض. ممكن ناكلهم عادي بالمعلقة أو إنه نحنا نستخدم الرايس كيك. أنا جايبة رايس كيك بنكهة التفاح والقرفة، أنا كتير بحب هاي النكهة، فقلت رح وزع العسل الأسود عليها. وابني طبعا كالعادة شافني وقال لي كمان هو بده، فعملت كمان وحدة قلت لحتى أعطيها، وكتير حبة وعجبته.
اللي عاملين دايت أو عاملين نظام اللو كارب أو الصيام المتقطع بجميع الأحوال يعني عادي جدا إنه ياخدوه كسناك حلو. واللي ما بتعرفوا إنه هو العسل الأسود مع الطحينة بيعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهاد بيحسن من الحالة المزاجية، ويقولك كمان إنه هو بيوفر من الأحماض الأمينية اللي بتعزز إفراز هرمون السعادة. فشو بتكون أحلى من هيك؟ غير إنه هو بيحسن من عملية الهضم وبيقلل من الإمساك. ابني حبها كتير فإجا أخد وحدة تانية، وهيك أنا تبقالي قطعة وحدة، وبصراحة هي قطعة وحدة كافية جدا، يعني أنا ما قدرت آكل أكتر من قطعة. رح قلكن على سر فرق معي بصحتي بنسبة كبيرة جدا. الصبح على الريق هيك أول ما بصحى كاسة مي عليها معلقة من خل التفاح العضوي، ما رح قلكن على كم الراحة النفسية والصحية اللي بتحسوا فيها طول اليوم. ما بعرف شو السر، بس هو بيقلك إنه هو بيحسن الهضم لأنه بيساعد على زيادة إنتاج العصارة المعدية، فبيساعد بتخفيف عسر الهضم وحرقة المعدة وبيقوي جهاز المناعة. وكتير مهم للأشخاص اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين لأنه هو بيحفز إنتاج الأنسولين وبيساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أحسن، لأنه هو بيقلل من امتصاص الكربوهيدرات بالجسم. الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أو بيعانوا من قرح المعدة فلازم استشارة طبيب. كشك ألموز من أطيب الأكلات اللي أنا دقتها. الخطوة الأولى لحتى نحضر كشك ألموز إنه ببولة عميقة رح نضيف فيها زبادي وحليب ودقيق، ونتركهم شوي على جنب لحتى يحصل تفاعل بين الحليب والزبادي مع الدقيق فيعطيني الطعم الحلو تبع الكشك. فيكن تقللوا من نسبة الزبادي إذا انتوا ما بتحبوه كتير بالأكل، بس هو بيعطي طعم كتير طيبة. رح ضيف الدقيق، أنا تقريبا استخدمت 6 معالق كبيرة مليانين من الدقيق، وكمان رح استخدم لتر كامل حليب بس رح ضيفه بشكل تدريجي، يعني رح ضيف كوبين حليب للخميرة هي اللي أنا عم حضرها، وفي جزء رح ضيفه بعدين بالطنجرة مباشرة. رح أخلطهم كلهم مع بعض لحتى الدقيق يدوب تماما مع الزبادي والحليب. كشك ألمز هو نسخة تقليد من الكشك المصري الصعيدي، لأنه هن استبدلوا كرات الكشك اللي بيحضروها الأهالي بالبيوت وبيخزنوها بالرز والنشا أو الدقيق. والكشك المصري الصعيدي هي أكلة من قبل الميلاد من عصر الملك أحمس، وكلمة كشك هي كلمة قبطية معناها كسر القمح. بيصنعوا الكشك سنويا مع دخول الصيف وحصاد القمح لحتى يكون موجود ببيوت الصعيد طول العام. فبيقعدوا ينقوا الحصى من القمح بشكل يدوي، بيغسلوه، بيسلقوه، بينشروه على الحصير كم يوم بالشمس لحتى يجففوه، بعدين بيضيفوه للبن الحامض وبيكوروه على شكل عجين وبينشروه فوق الأسطح لحتى يجففوه تماما ويحفظوه عندهم طول السنة يستخدموه بالأكلات تبعهم. وطبعا من زمان انتقلت وصفة الكشك من مصر لبلاد فارس لسوريا لتركيا للشرق الأوسط ووسط أوروبا. نرجع لأكلتنا، أنا كنت مقطعة بصلتين كبار حلوين تقطيعة ناعمة صغيرة، رح قليهم بالسمنة، وطبعا إذا السمن البلدي بيبقى أطيب بكتير. أخدت جزء من هاي البصلة اللي هي نص تسوية ببولة صغيرة على جنب، وهي تكة مني لأني أنا كتير بحب البصل بالأكل، وراح ضلني قلبهم لحتى يتحمصوا معي على نار هادية، ما نعلي النار لحتى ما يحترقوا. هلا بعد ما تقلت البصلة رح شيلها على جنب ونرجع لنفس الطنجرة تبعنا. رح ضيف معلقة سمنة تانية، إذا بتحبوا تستبدلوا السمنة بالزبدة هذا الشي بيرجع لإلكن. رح ضيف مكعبات دجاج، أنا مقطعتهم لقطع صغيرة، وأنا استخدمت الصدور، بتقدروا تستخدموا فخاد الدجاج اللي هي بتبقى مخلية. هاي الطريقة كتير سهلة ما بتاخد وقت. رح سخن مي لحتى استغل الوقت وأنا عم بقلي الدجاج تكون هي غلت.
هلا رح تبل الدجاج بمعلقة صغيرة بودرة ثوم بودرة بصل وقليهم. كتير بحب ضيف التوابل مع التقلاية بتعطي ريحة وطعم كتير طيبين. رشة فلفل أسود وكمان رح حط فصين من المسكة. المستكة بتعطي نكهة كتير طيبة للدجاج، هتلاقوها هيك بتسيح مع السمنة بالتقليب، هتلاقوا هتطلع روايح ولا أحلى من هيك. هلا رح ضيف كوب رز. طبعا أنا مضاعفة الكميات، فيكن انتو تاخدوا نص هاي الكمية. رح قليه كتير منيح مع قطع الدجاج، ولازم نسمع صوت التقلاية تبعه، نسمعه هيك انه هو اخد تقلاية محترمة، شرب السمنة والتوابل، وبعدين ننزل عليه بالمي. هلا اذا انتو موجود عندكن مرق الدجاج فيكن تضيفوا مرق الدجاج، كمان فيكن تطبخوه باللحمة بدل الدجاج وبيبقى خيار تاني وطعمه كتير كتير طيب. هلا الحليب اللي اتبقى عندي وتركته على جنب رح ضيفه عليهن كمان. رح زود باقي الحليب تبع اللتر، وهيك أنا استخدمت لتر كامل للأكلة تبعي. على قد ما انتو بتستخدموا لبن دسم هتلاقوا الطعم أحلى، يعني استخدموا اللبن البلدي هيبقى طعمه أطيب بكتير من اللبن المعلب. ضفت رشة ملح وبعدين طبعا بالآخر رح دوق وشوف إذا محتاج زيادة عن هيك. رح ضيف البصل اللي أنا كنت عملتها نص تسوية على الرز لحتى يستووا كلهم مع بعض. يعني بخلال 10 دقايق ربع ساعة بالكتير حنلاقي إنه الرز استوى، وبمجرد الرز يستوي رح ضيف عليها الخميرة اللي أنا كنت تاركتها على جنب تتخمر. بس رح أعملها تقليبة شوي بالمضرب لحتى أتأكد إنه ما في شي مرسي تحت بالبولة تبعي. وأنا عم حرك رح ضيف الخليط، رح ضل حرك بشكل مستمر لحتى القوام عندي يتقل. بس لازم القوام ما يكون قوام تقيل، لأنه لسه كمان لما نسكبه رح يتقل أكتر. حسينا القوام تقل منزود شوية مي أو شوية حليب. إذا حسيناه إنه هو خفيف ممكن ندوب معلقة دقيق برا بمي باردة ونضيفها على الخليط. القوام صار عندي ممتاز جدا، رح دوقه وشوف الملح تبعه إذا محتاج إني أنا زود ملح. هلا بعد ما استوى رح ضيف جزء من البصل المقلية جوا الكشك نفسه، رح يعطيه طعم كتير كتير طيبة. كل ما توصينا بالبصل هتبقى النكهة ولا أروع من هيك. شايفين كيف قوامه؟ لازم يكون هيك فيه انسيابية وناعم وبيتحرك بسهولة وبنفس الوقت ماله خفيف ومي. هذا القوام الممتاز جدا. أحلى شي بهاي الأكلة إنه هي بتتحضر ونحن واقفين وبتتاكل ونحن واقفين من كتر ما هي كتير طيبة. أنا فورًا سكبت ووزعت للعيلة، وطبعًا ما ننسى نزينه بالبصل المقلي. كمان رح قلكن على فكرة كتير حلوة عملتها جنب الأكلة رح تحبوها كتير. خليكن معي للآخر وما تنسوا اللايك والشير. شكله كتير حلو وطعمه أحلى بكتير. وأنا كتير بحب مع أكلات التغميس آكل هريسة شطة، ولا أطيب من هيك ناخد شوية هريسة شطة ونروح مغمسينه بالأكل تبعنا. ودوقولي على هالطعم الحلو. جربوه وقولولي رأيكم بالكومنتات، وتعالوا لقلكن أنا شو عملت مع هاي الأكلة تاني يوم وطلعت وجبة متكاملة. عملت صدور متبلة بالكاري والزعتر، أنا كتير بحب هاي النكهة، ورشة بابريكا. ضفتلن قطع بروكلي، أنا قطع البروكلي عملتها نص تسوية بالبخار جوا الميكرويف. أنا عملتن جريل بالزبدة الطبيعي، حتلاقوا طعمتها كتير كتير طيبة. حطيت قطع البروكلي ورح غطي عليهم مشان البخار خليهم كلهم يستووا مع بعض. وجبة مشبعة ومغذية وطعمها بياخد العقل. عن جد جربوا تعملوا الصدور الجريل بالزعتر والكاري، حتلاقوا ميكس بين المطبخ الإيطالي والهندي بيعطيكن
طعم كتير كتير طيب. وكمان الحلو إنه هي ما بتاخد وقت ولا أي مجهود، بتتحضر بسرعة كتير. رح ضيف جرجير، فيكن كمان تحطوا خس، فيكن تعملوه سلطة. رح سخن الكشك تبعي اللي كان باقي من قبلها بيوم، وفيكن كمان تعملوا معاه مثلا شوية سباكيتي أو رز أبيض. كمان الحلو إنه ممكن تضيفوا عليه أي صوص انتو بتحبوه بالآخر، صوص باربيكيو أو سويت شيلي، يعني الموضوع راجع لرغبتكن الشخصية. جربوه قولولي رأيكم بالكومنتات، الأكلة كتير كتير طيبة وتستحق التجربة. طريقتي لحفظ الطماطم ما بغيرها أبدا، كتير كتير طيبة وسهلة جدا وما فيها أي مجهود. أول شي أنا عندي الطماطم غسلتها كتير منيح، أي حبة طماطم رح لاقي فيها أي عيب صغير رح استبعدها تماما، رح استخدمها بالوقت الحالي. وهاد مبدأ عام بالتخزين إنه نحن ما يكون في عنا أي قطعة من الخضار أو حبة يكون فيها أي شي خربان، لأنه هاد رح يخرب لنا الباقي. رح بلش صفهم بالصينية. حاولت إنه يكون كل حبات الطماطم أحجامهم متساوية، لأنه لما يفوتوا الفرن ياخدوا حرارة واحدة ويخلصوا بنفس الوقت، فأي حبة صغيرة رح غيرها وجيب بدالها واحدة أكبر. كمان غسلت بصلاية رح حطها متل ما هي، وعندي كم فص توم رح حطهم، يفضل يبقى راس كامل. رح حط كمان قرون شطة حمرا، فيكن تستخدموا الفلفل الحلو. حطيت قرون الفلفل فوق الطماطم لحتى ما ينحرقوا جوا الفرن، لأنه هن حجمهم كتير صغير. رح حط رشة زيت متل ما انتو شايفين. إذا حابين تستخدموا زيت زيتون فيكن كمان تستبدلوا زيت الذرة بزيت الزيتون، بس أنا بستخدم زيت الذرة لأنه هو ما بيعمل لي نكهة، يعني ما رح يأثر على الطعم. رح حط كمان رشة ملح عليهم، ما رح كتر، يعني هيك رشة خفيفة على الكل، وكمان رح حط رشة بابريكا. هاي الإضافات الأساسية اللي بضيفها لما بعمل صلصة الطماطم. بس لو أنا حابة هاي الطماطم حولها لصلصة بيتزا كمان بضيف عليها رشة زعتر، بس أنا ما رح ضيف رشة الزعتر هلأ، وحتشوفوا أنا شو رح أعمل بهاي الطماطم. مسحتهم كلياتهم لحتى يتوزع الزيت والملح. رح دخل الصينية على الفرن، وطبعا أنا محميته مسبقا. ضلني متابعتن. الفلفل بيصير بسرعة فأنا طلعته بكير، وكمان نفس الشي في صوص الثوم. وبعد بشوي الطماطم صارت جاهزة، فرح طلعها واتركها لحتى تبرد تماما. رح ورجيكم كيف شكلها، شايفين هي ما أخدت لون، يعني فيكن تعتبروا إنه هي نص تسوية والزيادة هيك شعرة صغيرة. هلأ بكل سهولة رح أقدر إنه أنا أقشرها. ميزة إنه أنا لما بحطها بالفرن بحس إنه السكر اللي موجود بالطماطم بيزداد حلاوة أكتر، غير لما أنا أحطها بالمي بحس إنه حموضتها أعلى. ما بعرف، جربوا وقولولي رأيكم. قشرتها للطماطم كلياتها والبصلاية كمان قشرتها. هلأ رح ضيف الإضافات التانية. حطيت معلقتين ملح كبار، وكمان معلقتين سكر كبار، وراح ضيف كمان معلقتين صغار من البابريكا. بابريكا رح تعطيني لون كتير حلو. رح ضيف كمان معلقة صغيرة من بودرة الثوم ومعلقة صغيرة من بودرة البصل لحتى أعزز تتبيلة الصلصة. رح أطحنها بالهاند بلندر، فيكن تطحنوها بالخلاط. شايفين كيف لونها وقوامها؟ هلا بتقدروا بهاي المرحلة لو انتو حابين تخزنوها بالفريزر تعبوها بأكياس وتحطوها بالفريزر، حتكون جاهزة للطبخ مباشرة، يعني بتحطوها هيك بالأكلة وبتدعولي بعدها، متبلة بالبصل والثوم والتوابل، يعني إضافات بسيطة. أنا لأنه بدي أحفظها بالبراد مو بالفريزر، فرح حطها بطنجرة على أصغر عين عندي، وكل شوي رح أقعد أقلبها لحتى تتبخر المي وتعقد أكتر. وإذا أنا حابة أحفظها برا التلاجة لازم اتركها بالشمس تتشمس كذا يوم لحتى تجف تماما. الصلصة عندي صارت جاهزة، فرح أعمل الكاتشب البيتي.
أنا صار لي أكتر من سنتين ما بشتري كاتشب من برا، بحب أعمله بالبيت. طعمته كتير طيبة، وغير إنه هو صحي طبيعي ما في أي مواد حافظة. هلا بمصفاية ناعمة رح صفي الصلصة اللي أنا عملتها، لأنه ما لازم يكون فيها أي بذور. وحتى انتوا لو حابين الصلصة تبع الطبيخ تصفوها من البذر تبعها، أنا بالنسبة لي ما في أي مشاكل أبدا، ما بصفيها، بستخدمها مثل ما هي. إذا انتوا حابين تصفوها بتقدروا انه انتوا تصفوها، الموضوع بسيط جدا. ضيف توابل الكاتشب اللي أنا ما ضفتها للصلصة. أول شي رح ضيف معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة شطة وهي اختياري، وفلفل أسود. ولا أسهل من هيك طبعا احنا ضايفين البابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل. راح ضيف شوية مي لأنه قوام الصلصة كتير تقيل، وأنا بدي الكاتشب يكون قوامه خفيف. راح ضيف كمان السكر، يعني أنا ضفتلي 3 معالق صغار سكر. وطبعا أنا لازم دوق، يعني أنا كتير بعتمد على إني دوق الأكل تبعي. راح ضيف كمان شوية مي، وبعدين راح ضيف كمان عصير نص ليمونة. الليمون رح يزبط الطعم، وبنفس الوقت هو مادة حافظة. الكاتشب هيك صار جاهز اني انا ارفعه على النار، لسه في اضافتين حنضيفهم بالاخر. نيجي بقى للصلصة. رح جيب مطربانات انا معقمتها، وهي نقطة كتير مهمة للتخزين والحفظ، انه المطربانات تكون معقمة. ضفت الصلصة وهي سخنة، والمطربان انا كمان كنت نقعته بالمي السخنة. هاي السخونة هتساعدني انه لما اجي اقفل المطربان رح يحكم اغلاقه ويبقى ما فيه اي هواء. رح اختمه بالزيت. ضفت لمطربان زعتر وعليه كمان زيت زيتون، والمطربانين التانيين حطيت زيت ذرة. ليه؟ انا المطربانين اللي هن بزيت الذرة رح يبقوا صلصة عادي للطبخ، واللي عليها رشة الزعتر وزيت الزيتون رح تبقى صلصة بيتزا. نرجع للكاتشب. رح ضوب معلقة كبيرة من النشا بشوية مي. كتير مهم انه نحنا ندوبه كتير منيح قبل ما نضيفه على الكاتشب. ضيفه طبعا مع التقليب المستمر لحتى ما يكلكع معي ويعمل لي اي تكتلات. قوامه كتير كتير حلو وظابط. هلا رح ضيف الخل. انا ضفت معلقة كبيرة، وبعدين رح دوق بطرف المعلقة كالعادة، وهشوف اذا انا محتاجة زود اكتر خل ولا لا. طب ليه أنا ما ضفت من الأول؟ لحتى الخل ريحته أو طعمه ما يتبخر، يبقى طعمه ظاهر. شايفين؟ أنا هيك القوام ممتاز جدا. رح ورجيكم قوامه وهو سخن. لاحظوا الانسيابية تبعه كمان أحلى لو صفيتوه كمان لمرة تانية. الذرات الصغيرة تبع التوابل اللي هي الفلفل الأسود والكمون أحيانا بتسد الأزايز تبع الكاتشب. فإذا أنتوا حابين يعني زيادة أكتر بالنعومة مثل ما قلتلكم صفوه. أنا عبيته، شوفوا قديه عمل لي كمية ما شاء الله، يعني كمية حلوة جدا. والكاتشب على فكرة لسه ما برد 100%، وما دخلته البراد. شوفوا كيف قوامه ولونه. ما رح قلكن على طعمه كتير كتير طيب. رغم انه في استيكرات جاهزة لحتى نلزقها على المطربانات التوابل والصلصات واي شي بالبيت عنا لحتى ننظمه، بس انا كتير بحب اكتب بخط الايد. كتير الطريقة سهلة، والصلصة طعمها كتير طيب. لما تجربوها بالبيت ما رح تشتروا من برا ابدا. مميزة جدا جدا، وما كلفتني شي وما تعبتني بشي. مو شرط انه نحنا نعمل الخطوات كلياتها بيوم واحد. بيكفي إنها صلصات طبيعية بدون أي مواد حافظة،
بدون أي ألوان صناعية، كل شي فيها طبيعي 100%. تفيدكم برمضان لأنه نهار رمضان كتير قصير وبيمر بسرعة. جربوها وقولوا لي رأيكم بالكومنتات. زوجي حب يفاجئني بشغلة كان أنا نفسي فيها، وراح أقلكن شو السبب ونحن عم نتمشى. هاي من قبل فترة كنا عم نحضر فود بلوجر معروف كتير، قناة كتير كبيرة ومعروفة، راح جولة بسوريا كلياتها بكل المحافظات. زوجي قرر يعزمني على أكلة أنا كتير بحبها، راح أقلكن عليها هلأ كمان شوي. دخلنا أول شي قسم الألعاب اللي هو الكيدز اريا اللي موجودة بالدور التاني فوق. مكان ولا أروع من هيك، صرنا كتير عم نتعامل معهم، يمكن حفظونا من كتر ما نحنا منروح عندن. الحلو بالمكان إنه هن حاطين صبايا وشباب كتير جوا بيقعدوا مع الأطفال، يعني مثلا طفل حابب يلعب بالبازل بالمكعبات فبتلاقوا فيه صبية أو شاب يقعد معهم، ما بيتركوا أي طفل يلعب لوحده، يعني بتلاقيهم منتشرين مع الأطفال بكل مكان. الأطفال الأكبر البالغين في بلاي ستيشن وقعدات كتير كتير حلوة، يعني هذا المكان نحن صرنا زباين دائمين مستديمين، لازم يعطونا كرت عضوية. تمشينا بهيبر لنشوف العروض وبعدين رحنا على المكان اللي زوجي عازمني عنده. طبعا رمينا الدايت ورا ضهرنا، أقبلنا على الحياة أكتر، حبينا الحياة أكتر. كل شي عنده حلو بصراحة، كل الحلويات عنده حلوة، أنا جربت كتير أنواع ومن زمان كتير بشتري من عنده. شغله طيب والسمنة طيبة والسكر ما كتير زيادة يعني اللي هو بيوجع الأسنان، والحلو إنه هو عنده كل شي، يعني واحد بيفوت بيحتار شو بده يشتري. ما شاء الله أعشاب، توابل، خبز بأنواعه، مربيات بأنواعها، مخللات، مجمدات، كبّة، شِشْبَرك، سمبوسك، كل شي كل شي يعني، والزيتون بأنواعه والشطة وكل شي شغلٌ بصراحة نضيف كتير. دايمًا باشتري من عندُن الملوخية الناشفة الورق كتير بتيجي نضيفة، يعني في محلات تانية ممكن تبقى سعرها أقل بس بيبقى فيها نسبة شغلات مو نضيفة زيادة، لأ بصراحة ما شاء الله الله يباركلُن، شغل نضيف جدًا جدًا. هي كمان عندُن stand حاطين فيه كل الزيوت الطبيعية اللي بتخطر على بالكن وما بتخطر على بالكن، وكمان عندُن صابون الغار الحلبي الطبيعي 100%. هي غير التسالي والمكسرات. اشترينا حلوياتنا ورحنا نقعد بالفود كورت، أخدنا كمان معنا مشروبنا، أهم شي إنه يكون المشروب بدون سكر مشان الدايت على فكرة، يعني مو مشان شي. نحنا كنا جايين مخصوص لحتى نشتري حلاوة الجبن. حلاوة الجبن من أشهر الحلويات السورية، من ألذ وأطيبها، وهو بيعملها بطريقة كتير كتير طيبة. يا حذركن، حلاوة الجبن حموية ولا حمصية؟ اكتبولي بالكومنتات. وهذا كان فلوج اليوم، بتمنى يكون عجبكن، بتمنى تكتبولي رأيكم بالكومنتات، وبشوفكن فيديو جديد. سلام.